السلام عليكم. كأس إفريقيا 2025 سيكون مثيرا للغاية، والمرشحين الأقوياء يعتمدون على أداء الفرق واستعداداتها. تقليديا هناك عدد من المنتخبات التي تعد دائما مرشحة بقوة، منها الأولى الجزائر، تمتلك فريقا قويا ومدربا مميزا بالإضافة إلى خبرة كبيرة في البطولات. المغرب بعد الأداء الرائع في كأس العالم 2022 يتوقع أن يكون المنتخب المغربي من أبرز المرشحين. السنغال حامل اللقب 2021 بفريق مليء بالنجوم مثل ساديو ماني ولديهم ثقة عالية. 4. مصر كصاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة 7 ألقاب، دائما ما تكون من المنافسين الأقوياء. 5. كوت ديفوار، وستحصل على دفعة معنوية كبيرة بسبب اللعب وبين جماهيرها. الأداء يعتمد على التحضيرات، استقرار المدربين، وتواجد النجوم في أعلى مستوياتهم. والمرشح الأبرز بالنسبة لي سيكون بين المغرب والسنغال، نظراً لاستقرار أدائهم وخبراتهم في المباريات الكبيرة. ومع ذلك كرة القدم الإفريقية مليئة بالمفاجآت، ولا يمكن استبعاد حدوث انقلاب في التوقعات. وفي نهاية المرجو الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.